السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، أخصائي النفسي ومعالج الرفلكسولوجي والشياتسو. بنكمل مع بعض عن موضوع الرضاعة. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على حقائق حول الرضاعة الطبيعية. في حاجات مهمة جدا جدا لازم نعرفها على الرضاعة الطبيعية. أول حاجة لازم نعرفها يا جماعة أن سوء التغذية وخاصة خلال العام الأول من حياة الطفل قد ينتج عنه نقص في الذكاء، ولا يمكن معالجته بالرغم من تحسن ظروف البيئة والتغذية فيما بعد. فالاهتمام بالطفل ورعايته صحيا ونفسيا هو الطريق الصحيح نحو خلق جيل جديد قوي قادر على العطاء. وان افضل غذاء للطفل هو لبن الام، فالرضاعة الطبيعية بتعتبر غذاء كاملا في الشهور الأولى للرضع، ويجب على كل أم ألا تلجأ إلى الرضاعة الصناعية إلا في حالات الضرورة القصوى. وأثبت العلم الحديث أنه لا يوجد الآن بديل له كل صفات ومميزات لبن الأم. سبحان الله، حاجة يعني هي من صنع رب العالمين، فلا يوجد مثيل من صنع الإنسان بنفس مواصفات لبن الأم. ليه؟ لأنه بيحتوي من ضمن مكوناته على عناصر وقائية بتحمي الطفل من أمراض لا حد لها ولا حصر لها. وأثبتت الدراسات القائمة أن هناك علاقة وثيقة بين الرضاعة الطبيعية وبين انخفاض معدل الخصوبة بين الأمهات المرضعات. الأم التي تتمتع بصحة جيدة يمكنها أن ترضع. الأم اللي هي بتتمكن بصحة جيدة يمكنها أن ترضع طفلها حتى يبلغ الثانية من عمره، عامين كاملين كما ذكر في القرآن الكريم، مع إعطائه تدريجيا أطعمة بعد الشهر الرابع بجانب لبنها لسد احتياجاته الغذائية التي يصعب توفيرها عن طريق اللبن فقط. لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل؟ نعم. في ناس بيسألوني مثلا عن طريق الإيميل، يا ترى هل لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل؟ نعم. لبن الأم أو لن أرضع طفلي لأن ذلك يرهقني ويشوه جمالي. في بعض الناس يقول لي كده، أنا ما بحبش أرضع طفلي عشان ده هيشوه جمالي أو الثدي هيكبر أو الكلام ده كله. خدوا بالكم من المعلومات المهمة جدا دي يا جماعة، أن كل هذه هي اعتقادات خاطئة من أساسه، ولكنه مع الأسف الشديد بيسيطر على تفكير عدد كبير جدا من الأمهات أن الرضاعة دي هي هتبوظ شكل الثدي بعد كده، أو هيلاقي حجم الثدي بقى أكبر. كل الكلام دون هو غير صحيح بالمرة. الرضاعة الطبيعية يا جماعة هي تعتبر أحسن وسيلة وأضمن طريق للحفاظ أو للمحافظة على صحة الطفل المولود. والرضاعة الصناعية لها متاعبها واخطارها هنقولها بعد كده، لكن بالنسبة للأم بالعكس، دي أنسب حاجة إنه يتخلص الثدي من اللبن، لأن تراكم اللبن في الثدي وعدم استهلاكه قد يؤدي والعياذ بالله إلى أورام وإلى أمراض سرطانية في الثدي. والآن مع هذه المشكلة التي قد تحدث في بيتك، هنقول أن الأمهات في جميع أنحاء العالم تبغين لأطفالهن أحسن ما في الإمكان، صح ولا لا؟ ولكن من المؤسف أنهن لا يعرفن جميعا أن لبن الأم هو خير غذاء للأطفال. وطوال ملايين السنين عدلت الطبيعة تكوين لبن الأم وأمته من حيث يهضمه الطفل، يقدر أن الطفل يهضمه تماما ويهيئ له معدل نمو جيد. أما لبن الأبقار مثلا هو أفضل بديهيا لكنه باهظ التكاليف. وصحيح ان رجال الصناعة قد حاولوا تعديل لبن الابقار عن طريق تعقيمه واذابته وتكملته بحيث يصبح تكوينه مماثلا لتكوين اللبن الادمي، ولكن طبعا مهما حاولوا من ابحاث ومن لن يستطيعوا ان يقومون بنفس المواصفات الهائلة للبن الام. فيجب ان نعرف ان لبن الابقار المعدل كما يباع في علب او ما هو الا بديل للبن الحقيقي. ولبن الابقار المعدل ليلائم الطبيعة البشرية او المتجانس لا يمكن للطفل ان يهضمه تماما، عشان كده بيحصل بعد كده مشاكل عسر الهضم ومشاكل انتفاخات للطفل. فاحنا لازم نعرف السبب ايه.
او يمتص كما هو الحال طبعا مع لبن الام، سهل الامتصاص وسهل الهضم. ومن ثم فانه ينبغي تغذية الاطفال بكميات اكبر كثيرا من هذه الالبان البقرية المعدلة لكي يكون نموهم جيدا. في البلدان المتقدمة بتعداد الأمهات تغذية أطفالهن بلبن البقر المعدل بدلا من لبنهن، وأصبح مألوفا أن يقارن الناس بين لبن الأم ولبن البقر، ولعل ذلك نوع من التبرير المقصود، بيد أنه ينبغي دوما إقرار الحقائق. فلبن الأم غذاء للأطفال، ولبن البقر هو غذاء للعجول. فإذا استخدمنا لبن البقر لتغذية الأطفال فإننا نستخدم بديلا، إذ أن غذاءهم المثالي هو لبن الأم. والذين لا يمكنهم بلوغ هذه المثالية هم وحدهم الذين ينبغي لهم التراجع إلى استخدام لبن البقر. وخلال السنوات العشر الأخيرة أعزائي المشاهدين أدركت السيدات المثقفات في البلدان المتقدمة أنهن باستخدام لبن البقر يعطين أطفالهن الغذاء التالي للأفضل. وفي معظم الجامعات في أمريكا وبريطانيا وأوروبا عادت زوجات المدرسين والأساتذة وكذلك الخريجات إلى إرضاع أطفالهن من أثدائهن، وانتشرت نوادي مثل لاليشين ليج في كثير من البلدان والمدن أنشأتها سيدات عالية الثقافة، والهدف الرئيسي هو إقناع وتثقيف السيدات الأخريات بشأن أهمية الرضاعة من الثدي. وأكد الأطباء أن لبن الأم فضلا عن هضم وامتصاصه تماما بواسطة الطفل فإنه ينقل إليه من الأم بعض الأجسام الحصانية ويجعله أقل تعرضا للعدوى. فالأطفال الذين يرضعون من أثداء أمهاتهم تكون إصابتهم بنوبات الإسهال والقيء والوكعات المعدية أقل منها لدى من يرضعون صناعيا. ده إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى في جعل لبن الأم له أهمية كبيرة في رفع كفاءة جهاز المناعة. الأمهات التي يرضعن أطفالهن من أثدائهن يكون ارتباطهن بالطفل أوثق وحبهن له أكبر، والأطفال كذلك يكونون أقل توترا وأهنأ وأسعد حالا وبالا. وبتشير بعض الدلائل إلى أن هذا التقارب قد يكون ذا أثار بعيدة المدى على مستقبل الطفل. وهناك أيضا علاقة إحصائية بين سرطان الثدي والسيدات التي لا يرضعن أطفالهن من أثدائهن، فقد وجد أن سرطان الثدي أكثر انتشارا بينهن، إلا أن تفسير هذه العلاقة ليس بهذه البساطة البادية، إذ أنه ظهر أن عوامل أخرى لها دورها في هذا المجال. وفي البلدان المتقدمة أيضا حيث مستوى المعيشة مرتفع والمال ميسر والخدمات الصحية متطورة والخدمات الاجتماعية كالمياه والمجاري مسلم بها جدلا طبعا، فيجوز للسماح أو يجوز السماح للأمهات باختبار التالي للأفضل في تغذية أطفالهن. وفي غالبية البلدان النامية في العالم بيكون لاختبار الرضاعة من الثدي أصداء كثيرة، لا بالنسبة للطفل وحده ولكن أيضا للأسرة وللوطن. وثمة عوامل عديدة في البلدان المتقدمة بتعاون الأمهات التي تقررن استخدام الرضاعة الصناعية. فالماء النقي الصحي ميسر دوما، إذ أن الأمر لا يتطلب سوى فتح الصنبور، ومعظم المنازل بها تسهيلات للتخزين أو ثلاجات يمكن أن تحفظ بها الأطعمة واللبن. وهؤلاء الأمهات يمكنهن قراءة واتباع الإرشادات الخاصة بخلط مساحيق اللبن والمدونة على الصفائح أو الزجاجات، كما يفهمن تماما فكرة الجراثيم المسببة للعدوى، ويقين عن طيب خاطر بتنظيف وتعقيم زجاجات الرضاعة. أما الأمهات في البلدان النامية فلا يتوفر لهن ذلك. وطبعا حضراتكم عارفين ان في معظم المناطق الريفية بتلك البلدان بتعيش اكثر من 80% من السكان لا يتيسر الحصول على المية النظيفة الا في القنوات والابار، واحيانا تضطر السيدة الى سير مسافة من 5 إلى 10 كيلومترات للحصول على دلو من الماء المخلوط بالطين لاستخدامه في حاجاتها المنزلية.
بتكون هذه المياه طبعا الثمينة الحافلة بالجراثيم والجسيمات الدقيقة هي السائل الوحيد الميسر عادة للخلط بغذاء الرضيع، كما أن غلي الماء وترشيحه ليس بالأمر الهين، فالوقود لابد من جمعه، وهذا يعني رحلة أخرى إلى الغابة وهكذا. طبعا بتكلم في الناس اللي عايشين في الأرياف الطحلة أو في الغابات. والأكواخ التي يعيش فيها معظم سكان الريف خالية من تسهيلات التخزين، فليس بها خزانات أو ثلاجات أو أرفف وما من مكان لحفظ الأغذية وعلب اللبن سوى الأرضيات أو تحت السقوف. والنظر لأن معظم النساء محرومات من التعليم ولا يمكنهن قراءة أو فهم الإرشادات الخاصة بخلط مساحيق اللبن أو تخفيف محلوله، وقد تتيسر موازين الرضع والممرضات في العيادات والمراكز الصحية، ولكنها قد تكون على بعد 10 كيلومترات أو أكثر. فكرة الجراثيم المسببة للمرض هي عسيرة الفهم للغاية بالنسبة لأناس نشأوا على اعتقاد أن سبب المرض أو الوفاة بيرجع إلى الأشرار وغضب الآلهة والسحر والحسد والشعوذة والكلام الفاضي ده لسه موجود لغاية وقتنا هذا. فبعد أن تتعلم الأمهات كيفية تعقيم زجاجات الرضاعة في عيادات رعاية الطفل وتصلن إلى دورهن وتعقمن الزجاجات وخليط اللبن، كما تعلمنا في العيادة ازاي انها تقوم بعملية تطهير الزجاجة والخليط في حقائبهن اليدوية او يغلفنهن برباط رأسهن، وهن في الغالب يعتقدن انه ما دام قد تم تعقيم الزجاجات فانها تظل معقمة وصالحة للاستعمال مهما كان ما تعرضت له. هنكتفي بهذا القدر ونتقابل في حلقة تانية وبنكمل موضوع الرضاعة. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. للتواصل معايا الرجاء للصلاة على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين.